عارفين ايه هي المشكلة؟ المشكلة انك غالبا ذكية وغالبا مجتهدة وشاطرة وعندك مهارات وعندك افكار لحاجات كتير ممكن تعمليها، بس ما بتعمليش اي حاجة. وبصراحة انا كمان ساعات بعمل كده، ساعات بكون عارفة بالظبط انا محتاجة اعمل ايه، بس بحس كأني متكتفة ومش عارفة اتحرك، وعمالة متوترة عايزة انجز وعايزة اعمل حاجات كتير بس مش قادرة، فبضيع وقت اكتر فبتوتر اكتر، وبنفضل في نفس السايكل. لو انت في حاجات نفسك ان انت تعمليها وتحققيها، ايا كانت الاهداف، عايزه ان انت تذاكري احسن، عايزه ان انت تبداي بزنس، عايزه تنتظمي في الجيم بتاعك، عايزه ايا كان الهدف، وحاسه ان انت محتاجه تحفيز ومحتاجه تسمعي كلام يحمسك، فالفيديو ده ليكي وهتخرجي منه بنفسيه مختلفه تماما. اول حاجه هسالك، انت مستنيه ايه؟ اسألي نفسك السؤال ده. انا ايه اللي موقفني؟ ايه اللي مخليني مستنيه؟ هقول لك بالنسبه لي مثلا ايه اللي كان بيخليني استنى. انا بحس دايما ان انا لازم اخلي كل حاجه مثاليه، مش 99% 100%. لازم اكون 100% جاهزه، لازم اكون 100% مذاكره، لازم اكون 100% مستعده، 100% عندي المهارات، 100% جامده مفيش زيي، علشان ابدا ان انا اعمل حاجه. وعايزه اقولك ان ده اسوأ فخ احنا ممكن نوقع نفسنا فيه، لانك ولاني مستحيل نكون جاهزين بنسبه 100%. مستحيل نبقى مستعدين وجاهزين. هقولك ليه. لان الحاجه اللي انت عايز تعمليها هتفضل حاجه جديده، وهتفضل حاجه intimidating، وهتفضل حاجه مخيفه وفيها شويه رهبه، لان انت حاجه عمرك ما عملتيها قبل كده، طبيعي هتبقى مخيفه، او هتحسسك ان انت هتخرجك من الكومفورت زون بتاعتك ومن منطقه الراحه بتاعتك. فانت مهما استعديتي، مهما اخدتي كورسز، مهما اوهمتي نفسك ان انت محتاجه تعملي 50 مليون حاجه الاول علشان تبداي، هتفضلي خايفه ومش هيجي الوقت المناسب ابدا. وجس وات، الخوف مش هو المشكله خالص، لان كل اللي بدأ حاجة بدأها وهو خايف، كل اللي بدأ حاجة بدأها وهو بيفكر انا ممكن انجح او ممكن ما انجحش. محدش بيبدأ وهو عارف انه هينجح. بس تخيلي بس، لو انت دلوقتي عارفة انك هتنجحي في حاجة معينة، انت عارفة كأني مثلا ايه، let's say انه ربنا قالك انت هتنجحي في ده، هتتصرفي ازاي؟ طريقتك مع الحاجة دي هتبقى عاملة ازاي؟ let's say ان انت عايزة مثلا تبدأي بيزنس، وبعدين اتأكدتي ان البيزنس ده ناجح، هتبقي بتتعاملي مع الموضوع ده ازاي؟ هتبقى طريقتك ازاي؟ هتبقي بتصحي كل يوم بتفكري فيه ازاي؟ هتبقي متحمسة ليه ازاي؟ في الوقت اللي احنا غرقانين فيه في المثالية بتاعتنا وفي القلق بتاعنا، في ناس بتجيلها نفس الفكرة اللي جاتلك، وبيجيلها نفس الحماس اللي جالك، وبتفكر في نفس الحاجة وراحت طبقت الحاجة ديت ونجحت، وانتي لسه قاعده غرقانه في المثاليه بتاعتك، وانا لسه محتاجه اعمل ولسه محتاجه اسوي. ناخد مثال اقرب، لو انت مثلا بتشتغلي في شركه، وانت شايفه انت تستحقي ان انت تترقي او تستحقي حاجه معينه في الشركه، بس مستنيه تظبطي البروجكت دوت وتبهريهم بالمش عارف ايه، ولا محتاجه اشتغل على نفسي اكتر ومحتاجه اعمل اكتر. هتلاقي واحد عنده نص مهاراتك نص معرفتك ونص خبرتك، راح بكل جرأة وبكل بجاحة يطلب الريز اللي انت مش عايزه تطلبيها، وتلاقيه خدها، وانت لسه قاعده مكانك مستنيه اللحظه المثاليه. ده اللي احنا على طول بنعمله. فكل اللي انت محتاجاه انك تاخدي اول خطوه. انا مش بقولك النهارده دوسي على نفسك وخلصي كل حاجه وبقي سوبر هيرو، لا، خدي اول خطوه. عايزه تفتحي قناه يوتيوب، اعملي سيت اب للقناه، حطي صوره، محدش لسه عارف حاجه ولا حد هيحكم عليكي ولا في اي حاجه حصلت، انت بس حطي لنفسك اول خطوه. قولي طب انا هحضر لاول فيديو، طيب عايزه مثلا تروحي جيم، طيب قولي هتدوري على جيمات قريبه منك. بزنس، ابدأي حطي البيزنس بلان، ابدأي اعملي حاجة، المهم تحطي أول خطوة، تحسسي نفسك إن انتي اوريدي خلاص يعني انتهى الأمر، أنا بدأت في الموضوع ده. تاني حاجة حبيبتي، انتي ما اتولدتيش امبارح، انتي في حاجات كتير عملتيها ونجحتي فيها، ليه ما تبصيش عليها؟ انتي تاريخك
حافل ما شاء الله، وفي حاجات كتير قوي، وعملتي كذا ونجحتي فيه، وعملتي كذا. حتى الحاجات اللي انت فشلتي فيها بصي عليها انه انا اتجرأت ان انا اعمل ده، اتجرأت ان انا اعمل دوت وما نجحش، اوكي، بس انا جات لي الجرأة ان انا اعمل ده وعملته، قلت ان انا هعمله وعملته. فشوفي الحاجات اللي انت اوريدي عملتيها ونجحتي فيها. ايه بقى اللي يقولك ان الحاجة الجديدة ديت لما تعمليها مش تنجحي فيها؟ مين اللي قال؟ ليه لا؟ اشمعنى دي يعني؟ طب ما انت ما شاء الله كل حاجة بتبدأي فيها وكل حاجة بتحطي دماغك فيها وبتركزي فيها بتعمليها، اشمعنى دي اللي مش هتنجح يعني؟ قولي لنفسك انه مش بس هتبقى نجاح، ده هتبقى واحدة من نجاحاتي، من لستة نجاحاتي الطويلة العريضة. ولازم يكون عندك احساس بالاستحقاق ان انت تستحقي اصلا تنجحي. انت شوفي نفسك حبيبتي، انت شاطرة وبتحبي الخير للناس، لما بتحطي دماغك في حاجة بتعمليها. انا استحق ان انا اعمل ده واستحق ان انا انجح فيه. فالاستحقاق حاجة مهمة جدا ان انت تشتغلي عليها وتشتغلي على نفسك فيها. ليه لا؟ ليه مش انت يعني؟ ليه مش انت؟ طب ما غيرك 50 حد عاملها ونجح فيها اوريدي، اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ النقطة اللي بعد كده خوفنا من الناس، ومن الناس هتقول ايه. عايزاكي تكوني صريحة مع نفسك على قد ما تقدري. عادي انك تكوني خايفة من الناس، عادي انك تكوني خايفة من ردة فعل المجتمع اللي حواليكي، او من الناس اللي حواليكي، او من اهلك، او من بقى العيلة بقى الحلوة الكبيرة اللي هتقعد بقى تقول شوفي البت مش عارفة عملت ايه، وشوفي البت بتحاول تعمل ايه. اعترفي بليز، اعترفي ان انت ممكن تكوني خايفة من ردة فعل الناس، لانك مستحيل تحليها من غير ما تقعدي مع نفسك كده وتروح قايلة اه انا خايفة من ردة فعل خطيبي، او او مامتي او بابايا او مثلا عيلتي او الناس، ايا كان. بليز اعترفي. لو ده يعني حقيقي، مش هقولك اعترفي بالعافية، بس يعني مستحيل تحلي الموضوع غير لما تعترفي بيه الاول. طيب اعترفنا، خلاص اعترفت، ابدأي بقى اسألي نفسك الشخص ده هيعمل لي ايه في حياتي؟ لو انا عملت ده الشخص ده اسوأ حاجة ممكن يعملها ايه؟ هيتريق عليا. طب ما يتريق يا فرحتي، ما يتريق، اتفضل اتريق زي ما انت عايز، هيفرق معايا في ايه؟ ده اللي طبعا من ورا ظهرك. لو حد اتريق قدامك لازم تردي، لازم تهزقيه. ما تسمحيش لحد ان هو يتكلم عن اي حاجه تخصك بطريقه فيها اي نوع من الاستهزاء، حتى لو بشكل هزار، حتى لو بشكل هزار، حتى لو اصحابك. قول لها ستوب، معلش يعني قصدك ايه؟ تقصدي ايه يعني؟ قصدك ان انا يعني ما اقدرش؟ قصدك يعني قصدك ايه؟ ايه اللي بيضحك في الموضوع؟ لما تلاقيها بتضحك قول لها ايه اللي بيضحك؟ سوري ما فهمتش، ايه اللي بيضحك؟ لما تقول نكته سخيفه او حاجه متخلفه، ما فهمتش، مالك؟ قولي لها كده وبص لها زي ما ماما ببص كده بالظبط. ما تسمحيش لاي حد يتكلم عنك بطريقه فيها سخريه، عنك او عن حاجه انت عايزه تعمليها او عن خطه انت عايزه تحققيها او عن هدف او عن حلم. اوعي، لان ده كده اول طريقه ان هما بقى ايه، خلاص يسوقوها بقى عليكي. غير كده بقى هما هينفعوكي في ايه؟ الناس دي هتنفعك في ايه لما انت تكبري في السن وتقولي يا ريتني عملت كده؟ هل هم هيبقوا جنبك اصلا؟ طب لو هم جنبك نفعوكي بايه؟ هيدفعوا لك الفلوس اللي كانت ممكن تجيلك لو عملتي الشيء ده؟ هيدوكي الحاجه اللي انت نفسك فيها؟ هيدوكي الشركه اللي انت نفسك تنشئيها؟ هيعملوا لك ايه؟ غالبا الناس دي اصلا فاشله. ام سوري، ام سوري، بس غالبا الناس دي فاشله. لما تكوني انت خايفه من رده فعل حد على حاجه جديده انت حابه تعمليها، اعرفي ان هو غالبا فاشل. حتى لو هو عامل نفسه جامد وعامل نفسه خبير وعامل نفسه عارف في كل حاجه، شوفي هو على ارض الواقع إيه اللي هو ماسكه في ايديه. عنده شركه، الشخص ده بيزنس مان مثلا وناجح، الشخص دوت ناجح على السوشيال ميديا، بيعمل ايه في حياته؟ عامل ايه في حياته؟ مديه الثقه انه يحكم عليكي في حاجه، وانت المفروض تسمعي كلامه بقى وتاخدي كلامه بقى ايه يعني بشكل جدي. ونصيحتي ليكي اكتبي، اكتبي انا اسامي الناس دي. اكتبي انا مثلا متوقعه ان فلان هيتصرف بالطريقه الفلانيه وحاسه ان انا مش عايزه اتعرض للموقف دوت، او مش عايزه اصحابي يتريقوا عليا. اكتبي، اكتبي كل حاجه، وابداي شوفي انت هتتعاملي مع ده ازاي. قولي انا اصحابي دول مش هينفعوني بحاجه، وبعدين انا استحق اصحاب اساسا يشجعوني،
يشجعوني على حاجة كويسة، مش ان هم يبقوا عائق في طريقي. وابدأي اشتغلي عليه، وابدأي عودي نفسك على اللي هتردي بيه لما حد يكلمك. اعملي دوت، اوكي؟ ما تضحكيش على نفسك وتقولي ايه الهبل ده، لا. لا، عادي اعملي ده. قولي مثلا لو فلان قال لي كذا انا هرد عليه بالرد الفلاني. جهزي الرد بتاعك، ان شاء الله لو كان هيكون مثلا وانت مالك، يعني جهزي ردك على حسب انت عارفه او متوقعه الشخص ده هيقول لك ايه. النقطه اللي بعد كده، لو انت في دماغك حاجه وفي دماغك حلم معين، صدقيني ربنا مش هيزرعه في دماغك غير لو انت تقدري تحققيه، وممكن مقدر ليك ان انت فعلا تحققيه. مستحيل يكون في دماغك حلم معين او هدف معين والحاجه ديت هي مش بتاعتك، ما كانتش هتيجي في دماغك اصلا. ركزي، الحاجه ديت لو هي مش في دماغك وواكله دماغك كل يوم ونفسك تعمليها ونفسك تحققيها، مش هتكون اصلا في دماغك لو هي مش بتاعتك، لو انت ما تستحقيهاش، لو ربنا مش كاتبها لك. فلو انت كل يوم في حاجة وفي حلم مالي قلبك ومالي عقلك وكل يوم بتفكري فيه وروحك كلها ملفوفة حواليه، صدقيني ده مش صدفة. ده مش صدفة، ولا هي جاية فيك انت بشكل عشوائي، ده لان انت مقدر ليكي الحاجة ديت، وانت تستحقي، وانت عندك القدرات ان انت تحققيها. النقطة اللي بعد كده، العالم بتاعنا سريع قوي، مش زي زمان. احنا ما بقيناش زي زمان. زمان كانت الدنيا هادية وبطيئة وبالراحة وكل حاجة واضحة، او يعني طرق النجاح معينة كده. ودلوقتي العالم سريع بشكل مش طبيعي، اللي موجود النهاردة مش هيبقى موجود بكرة، فرصة النهاردة غير فرصة بكرة. الفكرة اللي جت في بالك النهاردة هي جت علشان تحقق النهاردة، مش علشان تتحقق بعد سنة، مش عشان تقولي انا هعمل ده في ال5 سنين الجايين. اه انا نفسي اعمل ده، امتى هتعمليها؟ ما هي جت في بالك عشان النهارده المفروض تتعمل يا انسه. كم مره بتيجي في بالك فكره معينه وتلاقي غيرك حققها وتقولي يا ربي دي كانت نفس فكرتي، هو حققها انت ما حققتيهاش. انتوا الاتنين جات لكم نفس الفكره، بس هو الشخص دوت he took action، هو اخد اكشن وحققها ونجحت معاه. وحتى لو ما نجحتش هو الكسبان، بس انت اللي خسرانه، لان انت قاعده عماله بس تفكري 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 تفكري، التفكير ما بيوديش اي حته. العالم بتاعنا بيتطور بشكل مش طبيعي وبشكل مرعب شويه، وانا مش عايزه اقول ده علشان اخوفك او عشان اخليكي متوتره اكتر، مش قصدي ان انا اعمل كده، وما تتوتريش. لانه بجد الافكار والفرص اللي في العالم بتاعنا برضو دلوقتي كتيره قوي، بس في نفس الوقت هي عايزه حد يحققها النهارده قبل بكره، عايزه حد يشتغل النهارده قبل بكره. فانت هتكوني الشخص ده ولا هتركنيها على جنب؟ لما تجيلك فكره او لما تجيلك اي حاجه ابداعيه، دي هبه من عند ربنا، دي مش حاجة يعني تستهوني بيها أو تستهتري بيها وتروح راميها على جنب، لأن غيرك هياخد نفس الحاجة برضه، غيرك هتوصله نفس الفكرة، هما بقى ممكن يستغلوها. فحاولي تاخدي خطوات سريعة. هقول لك تب هنا بسيطة، اكتبي الموضوع ده يا بنتي على شات جي بي تي، لو هو في دماغك ملعبك ومليان حاجات كتير قوي، اكتبي بس على شات جي بي تي وقولي له انا عايزه اعمل كذا، مش عارفه ابدا منين، هو هيقول لك اعملي كذا وبعدها اعملي كذا وما تخافيش ومش عارفه ايه، وهيطمنك وهيبصي هيمشيكي الخطوات كلها بسلاسه. مش بقولك ان انت هتمشي حياتك على شات جي بي تي، بس بقولك ان انت لو بس حطيتي على شات جي بي تي هيقولك ايه اول خطوه صغيره ممكن تعمليها، وهيحسسك ان الدنيا ممكن تبقى بسيطه. لو لقيتيه مكلكع قولي له برده بسط لي اكتر. استغلوا الاي اي في الحاجات دي. اسالي نفسك ايه اللي هيفرق من، يعني لو انا عملت الحاجه ديت دلوقتي من لو عملتها بعد فتره، بعد سنة، بعد 6 شهور، بعد أيا كان بقى انت محددة ايه او مش محددة خالص، ايه اللي هيفرق من لو عملتها دلوقتي لو عملتها بعدين. وشوفي انت هتكتبي ايه وايه اللي هيجي في بالك. هتكتبي مثلا هبقى مرتاحة اكتر، هبقى واثقة في نفسي اكتر، طيب مثلا هكون جبت لبس احلى، هكون مستعدة اكتر. مستعدة ازاي؟ اكتبي ايه الحاجات ديت. غالبا هتبقى الليستة دي فاضية غالبا، او هتبقى مليانه حاجات، يعني هيكون فيها حاجات انت ممكن تعمليها النهارده قبل بكره، او حاجات اصلا ملهاش معنى. فطالما ما فيش فرق، ايه اللي يمنع انك تبداي النهارده بدل بعد كذا؟ ايه اللي يمنع؟
وبالعكس المشكلة بقى إن أنتِ كل ما تتأخّري كل ما الحاجة بتحمض، وما بيبقاش ليها معنى زي ما كان ليها معنى أول ما جات لِك، أول ما الإلهام جالِك هو بيكون جاي عشان تبدئي دلوقتي وأنتِ مش جاهزة. ما فيش حد بيبدأ وهو جاهز، كلنا بنبدأ وإحنا مش جاهزين، كلنا بنبدأ وإحنا خايفين، كلنا بنبدأ وإحنا قلقانين وفي دماغنا مليون حاجة، بس بنبدأ. فده جه دورِك إن أنتِ تبدئي. اسألي نفسِك أنتِ بتعملي ده ليه؟ بتعملي كل ده ليه أصلًا؟ الهدف ده هدفِك والّا ده هدف أصلًا ماما وبابا؟ والّا ده الهدف اللي أنتِ حسيتِ إن هو هيبقى cool ويعني وحلو والناس كتير بتقوله؟ أنتِ عايزة تعملي ده ليه؟ عايزة تعملي ده علشان تبقي مثلًا مستقلة أكتر؟ عايزة تعملي ده علشان تحسي بحرية أكتر؟ عايزة تعملي ده علشان تبقي واثقة في نفسِك أكتر؟ عايزة تشتغلي على جسمِك عشان تبقي حابة جسمِك أكتر وحابة الحياة أكتر؟ ليه؟ أنتِ عايزة تعملي ده ليه؟ مستحيل تقدري إن أنتِ تحققي حاجة لو أنتِ مش حاطة أسباب قوية مهما عملتِ. هاقول لِك على حاجة، أول ما هتيجي أول عقبة هتروحي على طول نايمة في الخط، لإن أنتِ مش مفكرة نفسِك أساسًا بأسبابِك، أنتِ بس حاسة إنِك المفروض تعملي، أنتِ مش المفروض تعملي أي حاجة على فكرة، ما فيش أي حاجة المفروض تعمليها. وهاقول لِك tip بسيطة وحلوة أوي، فكّري نفسِك دايمًا بالأسباب، يعني بعد ما تكتبي الأسباب أنا مثلًا باذاكر علشان أنا عايزة أعمل ده، علشان أنا عايزة آخد درجة عالية علشان أقدر إن أنا أقدّم بعد كده على مِنَح، أو علشان أقدر إن أنا أقدّم بعد كده مثلًا على internships أو تدريبات، عايزة مثلًا أشتغل على جسمي علشان عايزة أكون مرتاحة أكتر في جسمي، عايزة أكون صحية أكتر، عايزة أكون لمّا يكون عندي أطفال ويكون عندي حياة عايزة أكون بصحتي مع عيالي. طيب أنا مثلًا بابدأ business عشان عايزة أكون مستقلة، عايزة إن أنا أساعد أهلي، عايزة إن أنا أدلّع نفسي. اكتبي أسبابِك، أنتِ ليه عايزة تعملي اللي أنتِ عايزة تعمليه ده؟ وبعد ما تكتبيها فكّري نفسِك بيها كل شوية، كل شوية فكّري نفسِك. طب هتفكّري نفسِك إزاي؟ اكتبيها عندِك على الموبايل، اكتبيها في الnotebook بتاعتِك، اكتبيها في ورقة والزقيها قدّامِك. أيًا كانت الطريقة، المهم دايمًا تكوني فاكرة علشان دايمًا تقدري إن أنتِ تشتغلي عليها ويرجع لِك الحماسة الشغف تاني إن أنتِ تشتغلي فيها. آخر حاجة ركّزي على متعة الطريق مش على الresult الأخرانية وخلاص. أنا عايزة أقول لِك أنتِ لو بدأتِ النهارده بأي حاجة، بأي خطوة بسيطة، شوفي أنتِ هتبقي حاسة بإيه، شوفي مشاعرِك هتبقى عاملة إزاي وأنتِ عارفة إن أنتِ بدأتِ أول خطوة صغننة قد كده أهو في حلمِك اللي أنتِ عايزة تحققيه. إحساسِك حاجة تانية خالص، طاقتِك حاجة تالتة خالص، مجرد ما أنتِ بس تبدئي أول خطوة صغيرة، بدل ما تكوني مركزة على الهدف النهائي، أنا عايزة مثلًا أكون بالجسم الفلاني، ركزي على أنتِ عايزة تكوني حاسة بإيه، يعني ركزي على الأحاسيس بدل ما تركزي على النتيجة النهائية. وده أكتر حاجة بتنفع معانا إحنا كبنات، لإنه إن إحنا نقعد نركّز على النتيجة النهائية دي حاجة مش صحية لينا أصلًا ولطاقتنا الأنثوية، إحنا محتاجين نركّز على إحنا عايزين نوصل لإيه وعايزين نكون حاسين بإيه. فأنتِ ابدئي قولي لنفسِك أنا حاسة إن أنا حابة إن أنا أكون حاسة إن أنا مبسوطة كل يوم لإن أنا باشتغل على نفسي وباشتغل على جسمي، حابة إن أنا أكون باحس بالراحة النفسية اللي هي بعد كل تمرينة ديّة. حابة إن أنا أحس باللياقة وأحس إن أنا يعني جسمي بيتحرك، أو مثلًا من ناحية بقى مثلًا لو business أو دراسة، أنا حابة إن أنا أكون حاسة إن أنا باشتغل على نفسي وإن أنا منتجة وإن أنا باشتغل علشان أحقق أحلامي وأهدافي كلها. النتيجة النهائية حلوة ما فيش كلام، بس بيكون قبلها في رحلة طويلة شوية، فلو إحنا مركزين بس على النتيجة دي هتبقى حاجة محبطة أوقات، لإن إحنا مش دايمًا هنوصل لنتيجة بسرعة، لكن لمّا تكوني مركزة إنه إيه ده لحظة واحدة أنا اشتغلت على الموضوع دوّة وأنا اتطورت فيه من كذا لكذا، أنا كنت في الإنجليزي A1 بقيت B1 oh my god واو! واو! أنا باتطور وهاتطور أكتر وأكتر وهاوصل للي أنا عايزاه، بس المتعة الحقيقية في التطور، الإنجاز الحقيقي في التطور مش في النتيجة النهائية. فلازم نبدأ إن إحنا نshift our mindset ونshift تفكيرنا، لإن إحنا دايمًا متعودين على التفكير بتاع النتيجة بتاع النهاية، ومتعودين ده على ده من وإحنا صغيرين من ساعة ما إحنا إيه، يالّا بنذاكر عشان نجيب بقى الإيه النتيجة الجامدة عشان ماما وبابا يكونوا مبسوطين. وللأسف أهالي كتير ما بيركّزوش أبدًا ولا بيهتموا ابنهم بيعمل إيه طول حياته، بس عايزين بس يشوفوا النتيجة النهائية عاملة إزاي، حتى لو هو ذاكر وعمل كل حاجة، حتى لو هو اتطوّر عن السنة اللي فاتت، هُم still they don't care لإنه لسه ما وصلتش أنت لدرجة ابن خالك،
فانت لازم توصل لهذه الدرجه عشان خاطر اكون مبسوط بيك. غالبا احنا بناخد نفس الاسلوب مع نفسنا، طبعا ده اسلوب توكسيك وغلط جدا، ويبدا ان احنا نجلد نفسنا علشان مش شايفين النتيجه. فين النتيجه؟ كنت قبل كده بكلم واحده وهي بجد بتشتغل على نفسها بطريقه مش طبيعيه، اوكي؟ فبقول لها انت بتعملي كذا، انت بتصحي كل يوم بتعملي كذا وبتشتغلي على كذا. قالت لي طب وعشان ايه؟ فين النتيجه؟ ما وصلتش لحاجه يعني. فهي حاصره نفسها بان نجاحها بس في النتيجه اللي هتوصل لها. طب انت افرضي ما وصلتيش النهارده، لسه ما وصلتيش، طيب هتقعدي تقتلي في نفسك، تجلدي في نفسك عشان لسه ما وصلتيش؟ فالتفكير ده غلط جدا يا بنات، ومستحيل يوصلك لحاجه. عارفه هيوصلك لايه؟ هيوصلك لجلد الذات، لكره الذات، اللي في الاخر هيخليكي تقفي وتبقي بتتفرجي كده على اهدافك واحلامك من بعيد، وحاسه ان انت انسانه مش منجزه ومش توصلي لاي حاجه. ده اللي هيوصله لك جلد الذات، وانك تكوني بس مركزه على النتيجه. فلازم تركزي على الخطوات وعلى الرحله، مش بس على النتيجه. ده معظم اللي انا كنت عايزه اقوله النهارده. واخر حاجه بس عايزه اقولها هي ان انا مؤمنه بيكي، وان انت بجد ظالمه نفسك. يعني لازم يكون عندك ايمان بنفسك اكتر من اي حد في الدنيا، وافوري في الايمان بنفسك، ما حدش هيقول لك حاجه. خلي عندك بجد استحقاق بان انت فعلا تقدري تعملي ده، وعندك ايمان بنفسك. تخيلي ان انت طفله صغيره، يعني دايما picture yourself كده كأن انت لسه صغننه، وشوفي انت هتقولي لها ايه. هتقولي لها، شوفي هتقولي لها ايه. هتقولي لها، هتلاقي نفسك عايزه تقولي لها قد ايه ان انت فخوره بيها، وقد ايه ان انت بتحبيها، وقد ايه ان انت واو على اللي انت اوريدي عملتيه. وهتقولي لها قد ايه ان انت واثقه انها هتقدر تعمل اي حاجه هي عايزه تعملها، صح؟ ليه ما تعمليش ده مع نفسك؟ ده اللي كنت عايزه اقوله في فيديو النهارده. اتمنى اكون الهمتكم، واتمنى اكون شجعتكم ان انتوا تعملوا حاجه. وبس كده، محتاجه اروح افطر لان احنا في رمضان. ما فطرتش. شوفوا الاصرار. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.